اول مره ينزل مطره في مصر في الصيف من 30 سنه. احنا في يوليو يعني في عز الصيف، وفجاه لقينا الشوارع غرقانه مطره. لا لا لا، انتم مخبيين عليا حاجه. يا بركه دعاك يا ماما. ماما، انا انا مش مصدق. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد قالت ان اللي حصل ده سببه منخفض الهند الموسمي. هو ده ايه اصلا؟ ده منخفض بيأثر على طبقات الجو العليا وبيكون معاه رطوبه عاليه جدا، فلما اتجمعت السحب المنخفضه المتوسطه نزل المطر الغريب ده على القاهره ومدن القناه ومحافظات وجه بحري. ولكن دي غالبا مش هتكون اخر مره، وده بسبب التغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم كله دلوقتي. وزمان كنا بنشوف الامطار دي في الصعيد ونسميها امطار صيفيه، ودلوقتي بقت موجوده في وجه بحري كمان. الدكتور علي قطب استاذ المناخ في جامعه الزقازيق قال ان مصر اصلا جغرافيا بيكون جوها مستقر في الصيف، لكن اللي حصل ده كان بسبب كتله هوائيه بارده في طبقات الجو العليا مع رطوبه عاليه على الارض. ده عمل كل الظروف اللي تخليها تمطر، وقال كمان ان دي ظاهره محتاجه دراسه عشان نعرف نرصدها ونتوقعها ونتفاداها بعد كده.